عمركم سألتوا نفسكم ايه اللي يخلي انسان طبيعي يقرر فجأة انه يرمي وراه كل القواعد اللي اتولدنا عليها؟ مش بس يكسرها، لأ، ينسفها ويطلع على الملأ قدام آلاف الناس ويتكلم بمنتهى البرود عن أفكار تهز أركان المجتمع. السلام عليكم. أنا مش بتكلم عن شخص عادي، أنا بتكلم عن الظاهرة، البنت اللي ظهرت في لايف هزت منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال 48 ساعة اللي فاتوا فجأة ومن غير أي مقدمات. الموضوع ما بقاش مجرد فيديو، الموضوع اتحول لزلزال أخلاقي وقانوني. السؤال اللي محيرني، هل دي مجرد هلوسة لزيادة المشاهدات، ولا احنا قدام فيروس جديد بيهدد عقول أجيال كاملة؟ المشهد كان عبارة عن بنت محجبة طالعة وبتتكلم كلام في منتهى الثقة عن نظام جديد، نظام يقلب موازين الجواز والمسؤولية، 5 أزواج مع 5 زوجات وفي بيت واحد، وطفل بمصادر دعم لا نهائية. فكرة تلبس توب الحل الاقتصادي، لكن جوهرها بيضرب في أصل العقيدة والتقاليد والأعراف والدين. الداخلية مسكتتش، الأجهزة الأمنية بدأت تتحرك وتتبعت وراقبت لحد ما وصلت لصاحبة الصوت الجميل اللي كانت فاكرة إن الشاشة دي قلعة حصينة. وفجأة اللايف اللي انتهت معاه رحلة عالم الترند، وبدأت رحلة تانية خالص، رحلة التحقيق. بص يا جماعة، أنا مش هنا عشان لا أشتم ولا أدي مواعظ ولا أقول إن أنا أحسن من حد، أنا هنا عشان ندخل جوه الحكاية دي. البنت دي مش مجرد حالة عابرة، دي نموذج. إيه اللي يوصل إنسانة لمرحلة إنها تستخف بكل حاجة وتراهن بحريتها ومستقبلها وسمعتها عشان شوية أرقام على الشاشة وتطلع ترند مشاهدات؟ هل المادة ولا الشهرة ولا في إيد خفية بتحرك خيوط اللعبة دي؟ في خيط رفيع جدا بين حرية التعبير وبين الهدم الممنهج. فيديو البنت دي بالرغم من صدمته كشف لنا ان احنا عايشين في غابة رقمية، اي حد فيها ممكن يلبس قناع المفكر المجدد ويطلع يقول لنا افكار جهنمية تودي ورا الشمس، وهو كل هدفه انه يعمل شوية كده زوبعة ويخفي وراه حقيقة اضلم بكتير. مشاهدات، شوية فلوس، ترند. ما الكل الوقت بقى بيدور على الترند وخلاص، ملوش دعوة بقى ايه اللي يحصل في المجتمع. عيال صغيرة تسمعها وتسمع الكلام ده وممكن يتنفذ بطريقة مش مظبوطة، ولا ان بعد فترة يمسكولنا مجموعة من البنات والولاد ويقولك كنا بننفذ الفكرة الجديدة. اهي دي الكارثة، كل ما نشوف حاجة على النت نقلدها، التيك توك نعملها من غير تفكير، ده صح، ده غلط، ده ضد الدين، ده ضد التقاليد والعقيدة والفكر والمنهج، ده ضد المجتمع نفسه. تعالوا نحلل التفاصيل اللي محدش خد باله منها، مش بس اللي اتقال، لا، التوقيت، الطريقة، الهدف. احنا هنمشي ورا خط سير البنت دي من لحظة ما فكرت تفتح الكاميرا لحد لحظة ما سمعت صوت خبطة الباب بتاعة رجالة البوليس اللي جت غيرت حياتها. احنا مش بنحكي عن قصة، بنحكي عن خطة بتدار من ورا الموبايلات. ركزوا معايا لأن كل كلمة هنقولها مش مجرد حكاية، ده بيكشف اللي بيحصل في المطبخ الخفي للسوشيال ميديا، اللي بيخلي عقل إنسان سوي يفتكر إن الجنون هو الطريق الأقصر للنجاح. ما سألتوش نفسكوا ليه البنت دي بالذات، وإنها طالعة محجبة بالشكل ده، وليه التصريح ده كان هو القشة اللي قسمت ظهر البعير؟ الحكاية مش بس فيديو وطلع ترند، الحكاية إننا بقينا في عصر الاستسهال الأخلاقي. الشخصيات اللي من النوع ده بتدرس الخوارزميات صح، عارفين إن الصدمة هي العملة الصعبة اللي بتشتري وقت المشاهد وبتشتري معاه مشاهدات وفلوس زي الرز. لما تدقق في تفاصيل اللي حصل هتلاقي هو نمط متكرر، فيديوهات لايف في أوقات متأخرة
كلام خارج عن المألوف، ابتسامة باردة قدام الكاميرا. الهدف مش إنهم يغيروا المجتمع، الهدف إن العداد بتاع المشاهدات يعلى، وإن الأرباح تدخل الحساب في البنك، حتى لو كان التمن هو هدم صورة الأسرة المصرية اللي بتتبني على مبادئ ثابتة. الفكرة مش إنهم ينشروا معلومة ولا فكرة ولا حتى هم هدفهم يعملوا حاجة، هي شخصيا تلاقيها مش مقتنعة بالكلام اللي بتقوله، بس هي طالعة تقوله عشان الترند. أنا شفت فيديوهات كتير وحللت قضايا أكتر، بس النوع ده من الاستفزاز الممنهج ليه طبيعة تانية خالص. ده مش بس خروج عن النص، ده استخفاف بعقول الناس. ولما القانون يتدخل مش بيتدخل عشان يكتم الحرية زي ما البعض بيقول دي حرية آراء ونقولها، وكل واحد اللي عايز يسمعها يسمعها واللي مش عايز يسمعها ما يسمعهاش. لا، القانون لازم يتدخل عشان يحمي الوطن، يحمي المجتمع، يحمي التقاليد، يحمي كل حاجة ممكن إنها تتهد. تخيلوا لو كل واحد طلع بفكرة شاذة، منطق مريض تحت مسمى حرية الرأي، إيه اللي هيحصل في ولادنا؟ إيه اللي هيحصل في بيوتنا؟ الرجالة ممكن تفكر الموضوع سهل، والستات تقولك وماله نجرب، وتبقى كارثة الكوارث. ده مش هنقول بس اختلاط أنساب، دي هتبقى أسوأ من كده بكتير. الداخلية لما اتحركت كانت رسالة واضحة لكل واحد يفكر إن الشاشة دي لقمة العيش اللي هياكل من وراها مهلبية. لأ، الشاشة مش غابة. البنت دي لما اتقبض عليها كانت الصدمة مش في القبض عليها، الصدمة كانت في إن البنت قدروا يوصلوا لها وبسرعة. انهيار القناع. البنت اللي كانت بتقول كلام كبير ومستفز، كلام هي أصلا مش فاهماه تلاقيه، فجأة اتحولت لواحدة تانية خالص جوه التحقيقات. مفيش لايف، مفيش آلاف المتابعين، مفيش ترند، بس في 4 حيطان وقلم بيسجل أقوال ومسؤولية جنائية ممكن توديها ورا الشمس وسنين ورا القضبان. عارفين ايه أكتر حاجة توجع صراحة؟ إن في ناس بتصدقها وناس بتقول وماله، فكرة حلوة، تصدقي انت بتفكري صح. أنا بصراحة استفزتني تعليقات معاها. أنا بقى معرفش أصحابها وداخلين يشعللوا المواضيع ولا هي ايه الحكاية بالظبط، لأن في شباب صغير كان بيتابع العبث ده ممكن يتأثروا بيه. والأهالي لازم تفهم إن السوشيال ميديا بقت ساحة معركة، مش كل اللي بيطلع يتكلم يبقى مؤثر، مش كل اللي بيلم آلاف المشاهدات ناجح. في فرق كبير بين النجاح وبين الفضيحة المدفوعة الأجر. الدرس اللي لازم نطلع منه من الحكاية دي إن الستر ملوش تمن، وإن العيلة هي الحصن الأخير اللي باقي لينا في المجتمع ده، ولو اتهد المجتمع كله هيتهد على دماغنا. البنت دي كانت بتراهن على الترند عشان تعيش في الخيال، النتيجة كانت الواقع اللي أصعب من كده بكتير، ولا يهمها ايه اللي يحصل بعد كده، المهم المشاهدات والرز اللي بيدخل. هي دلوقتي بتواجه مصيرها وبتواجه تهم ممكن تغير مسار حياتها كلها، كل ده عشان حبة ترند، والموضوع ما خدش أكتر من 48 ساعة. القصة دي لسه فصولها ما خلصتش، الموضوع دخل في تحقيقات وقرارات قضائية، ويمكن كمان توصل للمحكمة وحوار كبير. الأيام الجاية هتبان ايه اللي حصل، بس اللي يهمني النهاردة اننا نكون فهمنا اللعبة. احنا مش متابعين سلبيين، احنا حراس لبيوتنا وعقول ولادنا، لمجتمعنا، لديننا، لتقاليدنا وأعرافنا وعاداتنا. لكن اللي بيحصل ده ضرب كل ده في مقتل. عايز اسمع رأيكم، تفتكروا النوع ده من الظواهر هيختفي لو تجاهلناه، ولا الحل دايما في القانون؟ يعني كل واحد يطلع له فكرة مجنونة يقولك اعمل بيها ترند، ومش مهم ايه النتيجة اللي بعد كده. الدنيا باظت مش من قليل، والبلطجة انتشرت مش من قليل للأسف. سيبولي رأيكم في التعليقات، وما تحرمونيش من تفاعلكم اللي دايما بيسري الحوار. لايك حلوة منكم هتشجعنا، واشوفكم في حكاية تانية، ويا رب ما تكونش أسوأ من دي. أسيبكم في أمان الله، السلام عليكم.